حبايبي الحلوين، ايه رأيكم في اكلتي النهارده؟ هنعمل فواكه اللحوم، فشه وكفته، وكمان معاهم ايه كلاوي. هنعملهم بصوص وبطريقه جميله مع شويه مكرونه بقى او عيش وسلطه طحينه يا وعدي. عايزين تعرفوا الطريقه؟ يلا ادخلوا على الفيديو. والنهارده حبايبي هنستخدم في اكلتنا النهارده ايه ده؟ فشه. طبعا انتوا عارفين الفشه. الفشه دي كانت بتاعه خروف ضاني، وكانت اتنين والزور، فانا كنت عملت نصها وده النص التاني. وطبعا الفشه لما بتجيبوها بتسلقوها في ميه وفيها ملح وفيها لورو وفيها حبهان وفيها التوابل بتاعتكم، وبتتسلق سليمه زي ما هي كده، ما بتقطعيهاش. وبعد ما بتسلقيها بتقطعيها. عندي كمان هنا ايه، عندي كمان هنا دي كلاوي برضو كنت جايباها اهي، وان شاء الله هعملها برضو اهي، بس دي زي ما هي نيه. كان عندي هنا دي كانت جزء لحمه مفرومه صغيره، حته صغيره معلقتين، وشويه كنت عاملاهم عجينه الحواوشي، حطيتهم على بعض وهنعملهم كفته. وكانت طريه طبعا، فحطيت لها شويه بقسماط وبقيت بالشكل ده جامده، وهنعملها بقى دي كفته. وعندي هنا قطعتين اهو او 3 دهن، علشان ده اوليه بقى لو عندك، طبعا ده اللي بيحلي الاكله بتاعتنا او الحلويات بتاعتنا النهارده. هنبتدي ايه في الاول؟ هنبتدي نقطع ايه الفشه بتاعتنا. طبعا زي ما انا قلت لكم الفشه دي مسلوقه، فاحنا هنبتدي نقطعها ايه طرنشات، طرنشات كده رقيقه، بتبقى عامله زي اللحمه البارده. طرنشات رقيقه كده بالشكل ده، بصوا بالشكل ده. بعد ما قطعت الفشه بتاعتي اهي بالشكل ده طرنشات، وطبعا زي ما قلت لكم انا سلقاها، فانا هنحمرها على طول. هنقطع بقى ايه، هنقطع الكلاوي بتاعتنا. والكلاوي مش بنسلقها، الكلاوي بنحمرها على طول. وننزل بيها اول حاجه هقطعها. طبعا برضو بعد ما قطعت الكلاوي بتاعتي كده طرنشات، برضو هركنها ونبتدي بقى نصبع ايه، نصبع. هنبتدي نصبع الكفته بتاعتنا حاجه كده فيها ميه، وهنعيك بينا كده بالميه وناخد قطعه الكفته. طبعا احنا هنعملها مدوره زي اللي بتتباع عند في المصمت عند الراجل اللي بيعمل الحاجات دي اهي بالشكل ده اهي. وهنسيبها بقى كده اهي. احنا كده خلاص اهو صبعنا الكفته بتاعتنا، وهنبتدي نحضر بقى. احنا بنحضر كل حاجه وبعدين نبتدي في الاكل على طول. طبعا احنا حضرنا الخضار بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. دي بصله كبيره مقطعاها كده سلايز، وقرن فلفل احمر، وقرنين فلفل اخضر، وقرنين فلفل شطه، وكمان هنستخدم معلقه توم كبيره. هنروح بقى على البوتاجاز عشان نبتدي في الوصفه كده. على البوتاجاز حطيت شويه زيت حلوين، يعني يجي ربع كوبايه زيت كده، وهحط الدهن بتاعنا. هستنى شويه لما الدهن بس كده يسيح. والدهن او ليه الخروف دي اللي بتدي للاكله دي طعم تحفه، طعم جميل جدا. وده السر بقى بتاع الناس اللي بيعملوها بره وبتبقى ريحتها فايحه. اول ما الدهن بتاعي كده ساح اهو شويه، اول حاجه هنزل بيها الكلاوي، لانها طبعا نيه، فهي اول حاجه ننزل بيها. هحط كده حبهات مبسوط ولورو، وهحط كمان حبه فلفل اسمر. طبعا لازم السمنه او الزيت او الدهنه اللي بنعمل بيها تكون سخنه جدا، علشان انا مش عايزه حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها دي تنزل ميه. هنقلب بقى اول يتغير لونها كده، هنقلب الكلاوي بتاعتنا. وهنستنى عليها بس دقيقتين تحمر شويه، وبعد كده ننزل بايه، بالكفته.
الكلاوي بحب كمان ابشر عليها كده بشر جوز الطيب، واللي ما عندوش جوز الطيب او مش عايزها يحط كمان رصيد. بعد كده ما الكلاوي اهي اتحمرت اهي قدامنا، هنعملها كده، نفتح كده فتحه في النص وننزل بقى بالكفته بتاعتنا. طبعا اللي عندك بتعملي بيه، عندك كبده بتجيبي فيه، عندك كرشه مسلوقه بتقطعيها حتت صغيره بتضيفيها، يعني حاجات المذبح دي اشكال والوان. بعد ما الكفته اتحمرت ركنتها على جنب وهي الكلاوي، هبتدي انزل بقى بالفشه بتاعتي بالشكل ده، كل شغلي على نار عاليه. هستنى برضو اما الفشه تحمر شويه، هحط برضو حبه حبهان مطحون ولورو، حبه فلفل اسمر. بعد ما الفشه كده اتحمرت هزود كده شويه زيت صغيرين، هبتدي انزل بقى بالبصل بتاعي. وهنزل بقى بمعلقه توم اهي كبيره. بعد كده بقى هنزل بالفلفل بتاعي الاحمر والاخضر والحامي، وهبتدي املح الاكل بقى بتاعي كده. احط برضو رشه فلفل ورشه حبهان ولورو، اقلب. هنحط كده شويه خل، معلقتين كده كبار، لان ده اللي بيعمل ريحه تحفه. هنحط كمان كده معلقه بابريكا، معلقه كبيره كده، ريحه ما اقولكوش بقى، ريحه يا جماعه تحفه. يا ريت اللي معايا في الفيديو ينزل بقى يعمل لي لايك وما ينسانيش في التعليق. هحط لها كده شويه ميه صغيرين، اغطي عليها وهسيبها بتاع بالظبط 5 دقايق وكده خلاص. طبعا كده يا حبايبي خلاص. بصوا بقت عامله ازاي، تحفه. بصوا عامله ازاي، تحفه تحفه، جميله جميله. بصوا بصوا الكلاوي كده تمام. انا بحب يبقى فيها صوص شويه كده. هنطفي بقى ايه عليها، بس قبل ما نطفي هنحط ايه، هنحط كده معلقه دبس رمان، بس كده. هنطفي بقى. ودي اكلتنا الحلوه اهي بعد ما خلصت، طبعا تحفه. بصوا بصوا، طعمها حلو جدا. تاكليها بقى مع مكرونه، تاكليها في سندوتشات وعليها سلطه طحينه زي ما انت عايزه وزي ما اولادك بيحبوها. انا عن نفسي عملت معاها مكرونه لان ولادي بيحبوا المكرونه. بصوا الجمال، بصوا ولا طعم وريحه روعه. دي كانت وصفتي بقى ليكم النهارده، يا ريت تجربوها
واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات طمطومه. مع السلامه.